الحلة الجديدة التي ارتداها مبنى نقابة الصحفيين في مصر لم تتوقف على تطوير شكله الخارجي وحسب، فثمة تغيير تنتظره الجماعة الصحفية في الأداء والمضمون، أو هكذا يأمل أفرادها بعد فوز مفاجئ للصحفي المدافع عن حقوق الإنسان والحريات خالد البلشي بمنصب النقيب. هكون نقيب لكل الصحفيين زي ما وعدتكم. طريقنا هو التفاوض على الحقوق، مش أي حاجة تانية. طريقنا هو التفاوض على الحقوق. وعاشت وحدة الصحفيين. فوز البلشي رئيس تحرير موقع ضرب المحجوب داخل مصر لنشره مقالات تنتقد أداء السلطة، بينما يراه البعض انعكاسا لأجواء الحرية والنزاهة التي تمتعت بها الانتخابات، يراه آخرون فرصة للتخلص من قيود عانت منها الصحافة لسنوات. التحدي الأول هو استعادة النقابة وإعادتها إلى الجمعية العمومية وإلى الصحفيين، وأن تصبح كما كانت منارة ثقافية وفنية للمجتمع كله، تعود إلى ندوتها وإلى نشاطها وإلى حيويتها الحقيقة. ده هو التحدي الأول. التحدي الثاني أن ندير نقاشا هادئا وعاقلا وموضوعيا مع الدولة فيما يتعلق بالمناخ الذي تعمل فيه مهنة الصحافة الآن. مجموعة من المطالب تنتظر النقيب الجديد ومجلس النقابة، فإلى جانب ما يتعلق بالخدمات وتحسينها، فتبقى الحريات وقضايا حبس الصحفيين التحدي الأكبر وفق حقوقيين. في جزء كبير جدا من الضغط عليهم حوالين التعامل مع ملف الصحفيين المحبوسين بتعامل بشكل مختلف تماما عن ما كان او ما سبق. احنا في طبعا مجموعه كبيره من الصحفيين خرجت خلال السنوات اللي فاتت، ولكن ما زال لسه العدد كبير، وما زال لسه تماما بيتم القبض على صحفيين بسبب نشرهم لمقالات او نشرهم لاي اخبار. وتحتل مصر مركزا متأخرا في مؤشر حرية الصحافة الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود، حيث تراجعت إلى المرتبة رقم 168 من أصل 180 دولة خلال العام الماضي، بعد أن كانت في المرتبة 166 في عام 2021. جددت نتائج انتخابات التجديد النصفي آمال كثير من الصحفيين، ليس فقط في تحسين أحوالهم المالية والمهنية، لكن كذلك في توفير ضمانات تمكنهم من ممارسة عملهم بحرية وتعديل تشريعات يرى الصحفيون أنها فرضت مزيدا من القيود على العمل الصحفي. محمد محي الدين، الحرة، القاهرة.